مش معقول، نفس الاخطاء ونفس الكوارث في ريال مدريد وكمان نفس المشاكل. طب ايه الحل؟ انشيلوتي بعد المباراه قال بالنص الفريق يعاني وانا من يتحمل المسؤوليه. بس تعال اقول لك يا ابو الكباتن ليه بيحصل كده في ريال مدريد. رقم واحد، مفيش شراسه امام الخصوم نهائي، اللاعبين بيتعاملوا مع اللقاء بحنيه كده وبرقه زياده. رقم اتنين، في تهاون في جميع الخطوط وبالاخص الخط الهجومي، ده غير انهم ما بيساندوش الدفاع. رقم ثلاثة، ثنائيه ميليتاو وروديجير فاشله، ممكن تكون على الورق ناجحه ولكن على ارض الملعب فاشله فشل ذريع. مش عارف احنا في 4 ولا في 5 بس ما علينا يعني. كمان انشيلوتي عارف ان الفرق بتيجي قدام ريال مدريد وبتتكتل دفاعيا زي ما انت عارف يعني يا ابو الكباتن. تخيل انت عارف وانا عارف وانشيلوتي عارف ومش لاقي حلول ولا لاقي افكار جديده. رقم 5، في لاعبين ما ينفعش يبداوا اساسي، لو انت بدات بيهم اساسي هتحرقهم. هو لازم ينزل بديل ذهبي، بينزل بيغير لك المباراه، يجيب لك هدف او يصنع لك هدف. والكلام ده على ابراهيم دياز، ما ينفعش يبدا اساسي زي ما حضرتك شفت في المباراه. واخيرا اللاعب تشاوميني، انا مش هينفع اقول رايي علشان لو قلته انتوا هتزعلوا مني، بس انت يا ابو الكباتن تقول رايك عادي في التعليقات، محدش يقدر يتكلم معاه وانا هشوفها وهرد عليها كمان.